حورية تقريبا في ناس قلت انك زعلانه منهم كتير. ستيل لسه زعلانه منهم؟ مش فارقه. بتنسي خلاص؟ يعني لو تعرض كان عليك لسه قلنا تشتغلي ما- مع محمد رمضان ممكن مصطفى شعبان، محمد على رمضان. فكره مصطفى شعبان انا وهو بقينا اصحاب والسوء التفاهم اللي كان موجود خلصنا، حتى هو مطلعني ملكه، مطلعني دور احسن ممثله في فيلم طلق صناعي. اها هو كان ضمن لجنه التحكيم، احنا اصحاب مفيش اي مشكله. محمد رمضان انا عملت معاه قلب الاسد وعبد الموتى، ما حصلش اي مشاكل بيني وبينه بس خالص. قلت ان هو ما سالش عليكي طول الفتره. لا رمضان سأل. لما جيت من امريكا كان تجربتك مع رانيا يوسف بقى شايفاها ازاي؟ وفي مليون مبروك المدرسه، ومبدئيا كده المدرسه ذكرياتها ايه معاكم؟ مدرسة. كنت مشاغبه ولا كان ايه ظروف؟ لا انا كنت مؤدبة جدا على فكرة. يا نهار اي ابيض. نعم كنت بحط خليها معاك بقى. جوه الكتاب بس يعني الصوت بقعد تمام، اقرا، الصوت بس تمام. يعني لا كنت كويس. طب تمام. هربت من المدرسه؟ قلت لك مؤدبة. اكيد لا والله لا. حورية عايزين نتكلم عن الفكره. انت الفيلم ده نقدر نقول رجوع مميز ليكي، وخصوصا ان انت كنت طول الوقت عايزه تختاري ورق حلو، فهنا الورق ده حقق لك المعادله دي. قرب هو لنا عشان اول الصوت. اول مرة اعمل حاجة كده ودور كده، والحكاية دي تتعمل عربي. انا مش هقدر اقول لك بالظبط تفاصيل، بس هو سسبنس رعب شويه. هيبقى دور مختلف عن اللي انا عملته قبل كده. وبعدين كمان ميدو عامل معايا في الفيلم هنا شكل مختلف تماما عن المسلسل. ف انا حاسه ان الناس هتبقى مستغربه يعني انت الرعب مش جديد عليكي من ساحره الجنوب، فده انت ملعبك. لا انا بقى مش في الفيلم ده انا اللي بخاف. هات المايكات. لا ما هو انت بس خايف انت في الفيلم ده. انت اللي بتفكي اللغز. انا بحاول افك اللغز. تمام. بس هو الرعب الفكي بس هو الرعب في حياتنا ناس غني، مش في التمثيل بس، في التمثيل وفي الحقيقه وفي كل حاجه، فاللي هو يعني لا مفيش رعب ليه؟ اللي كان بيحصل قبل كده او الحاجات اللي لسه كانت بتبقى بتحصل يا موجوده. حبيبي وانت شايف حاجه خلصت. هي بتاخدي من حياتك الخاصه في الفيلم ده؟ بما ان اصل انت عايشه سسبنس طول الوقت. لا مش خايفه، بخاف. يعني ما تحاوليش تفك اللغز الحاجات اللي بتحصل بره في البيت زي ما هتفك اللغز اللي بيحصل في ميدو عايزين نتكلم برضو عن دورك مع حورية. انت هنا بتساعدها، بتقف ضدها، بتوقف المسيره اللي يعني انت ايه قصتك؟ حاسك وراك كارثه كده. بص هو في كوارث الصراحه.